السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذا المريض جاي من محافظة بغداد في وسط العاصمة العراق. مع الأسف يعاني المريض من مرض التوحد. عمر المريض 6 سنوات، ولكن من يجول العائلة مع المريض ويجوي للمستشفى كان أسنانه كلها مع الأسف ما يهون أنه نعالج لأسنانه، فاضطرينا لقلع أسنانه. طبعا قبل ما نسوي هذا اخذنا صور للاسنان واخذنا اشعه للاسنان، واذا تتفضلوا تجي للامام نشوف هذني الاسنان اللي مع الاسف قلعناها للطفل. ليش؟ حتى انه ننقذ الطفل من الاسنان المتسوسه واللي كان يسوي التهابات وكان مصدر للالم للطفل وما يقدر ياكل. فالحمد لله من نفس العائله هذه المريض الثاني اللي يجيبوا لنا اياه قبل سنتين جابوا مريض هم عنده مرض التوحد واستفاد من العلاج، وذاك المريض ما سوينا له قلع، سوينا له حشوات وتلبيسات للاسنان اللبنيه والدائميه. ان شاء الله ما تحتاجون قلع تحت البنج العام، وهذا العلاج تم بعون الله تحت البنج العام في مستشفى آسودة الأهلية في مدينة السليمانية. فترة جاكم إذا عندكم طفل عمره سنة، طفل عادي أو يعاني من أي مرض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، جيبوا لنا حتى نعلمكم شلون تحافظوا على أسنانه، وإذا احتاج الأمر نسوي علاج الأسنان تحت بنج العام. وشكرا لكم. دكتور هلبل صالح جاف، السليمانية.